انت مش هتقوم تنام بقى يا بيومي؟ الساعة بقت 2. روحي نام انتي، انا مستني الولد. انت ناوي برضو تتخانق معاه زي كل ليلة؟ وهو بيأثر فيه كلامي، واحد غيره كان زمانه تسمم من اللي بقوله. ده شاب وطايش وبكرة يعقل. يعقل؟ ده كل ما ده بيزيد جنان. الله يجازيهم اصحابه، هم اللي تلفوا امله. وهو ما عندوش عقل يميز بيه. معلش يا ابو شوقي، صغير برضو. بس لو كان ربنا هداه وكمل دراسته كان معلش. هم ولاد الاغنياء بيتعلموا يا بيومي، ما هم بيتكلوا على اموال ابهاتهم. مش كلهم يا ستي، مش كلهم. يا ما اعرف ناس اغنياء زينا وولادهم خلصوا ثانوي ودخلوا الجامعة وتخرجوا منها واشتغلوا في وظائف محترمة. انما اغلب الولاد مش كده، وابننا شوقي منهم. كنت كل ما اقول له ذاكر يا ابني يقول لي انا مش محتاج لمدارس. وعلى فرض يا ستي اني هسيب له الثروة دي كلها، تفتكري يعني هيبقى عليها؟ ادي شنبي اهوه، ان ما كانش يطيرها في شهر ولا 2 ويقعد يمص في صوابعه. لا لا لا، ديك الساعة يكون عقل بقى وعرف مصلحته فين. كلام فارغ. وحياتك يا اخويا ده اللي هيحصل. بس انت ما تزعلش نفسك احسن يجيلك ضغط. وهو لسه هيجيلي الضغط؟ ما جه وخلاص. ما تقولش كده بعد الشر. والله زي ما بقول لك كده، النهارده الدكتور قاس لي الضغط ولقاه مرتفع. معلش ما تزعلش نفسك وهو يرجع ينزل تاني. اهو جه. الله، انتوا لسه صاحيين ولا ايه؟ يا ابني ربنا يهديك، هو كل يوم سهر. انت ايه يا ولد اللي اخرك لحد دلوقتي؟ كنت في عيد ميلاد واحد صاحبي يا بابا. وهي حفلة عيد الميلاد تقعد للساعة 3:30 الفجر؟ الله، طبعا يا بابا. ده كمان انا سبت الحفله قبل ما تخلص. طب كنت تسيب الحفلة بدري شوية يا ابني. بدري ازاي يا ماما؟ دي ابتدت الساعه 11. ما كانش لازم تروحها خالص. ما اقدرش يا بابا، ده صديق عزيز قوي. اسمع يا ابني، الكلام ده ما ينفعش. انا من هنا ورايح مش عايز سهر. ازاي بس يا بابا؟ طيب اطلب طلب معقول. هو ده المعقول. فين المفتاح؟ مفتاح ايه؟ اللي بتدخل بيه الشقة. معايا. هاته. الله، ليه؟ هشيله معايا انا، ومن بعد الليلة اذا جيت بعد الساعة 10 مش هتقدر تدخل. الساعه 10 ليه وانا فرخه؟ خليها الساعة 11 يا ابو شوقي. 11 ايه يا ماما؟ بس لا يمكن انا أبداً. قلت الساعة 10، يعني الساعة 10. معلش يا ابو شوقي، ما هو الساعة 11 بدري برضه. هو الولد تلف امله الا منك. اسكت انت، ما تتدخليش. ما تتدخلش ازاي بس يا بابا؟ هي مش ماما؟ هات المفتاح. معلش سماح النوبة، ده شاب وعايز يتمتع بالدنيا. واحنا ما تمتعناش بالدنيا ليه؟ حياتنا كانت كلها كفاح وعمل. يا بابا انت يعني عايزني اعمل زيك؟ انت ظروفك غير ظروفي. يعني ايه؟ يعني انت نشأت فقير فاضطريت انك تكد وتكافح وتشتغل. وما يكدش وما يعملش زي ليه؟ لاني مش محتاج للشغل يا بابا، الخير كتير وربنا يخليك. ربنا مش هيخليني على طول يا ابني. ربنا يديلك طولة العمر. خلاص يا بابا، سماح المرة دي، وان شاء الله من هنا ورايح هجتهد اجي بدري. سماح يا سيدي. ماما، ماما. عاوز ايه يا عيون ماما؟ 10 جنيه. يا ابني ما انت واخد مصروفك من ابوك اول امبارح. الله، ما خلص والله، ما بقاش منهم ولا مليم. ليه يا ابني راحوا فين؟ خسرتهم في اللعب. انت لسه يا ابني ما بطلتش القمار ده. هبطل بس بعد ما استرد خسارتي. هو ده اللي بسمعه منك كل مرة. طيب اوعي تجيبي سيره لبابا، ها؟ ايه وانا اقدر اقول له؟ ده كان يذبحك يا ابني. طيب يلا قومي هاتي ال10 جنيه بقى، خليني اخرج. انا يا ابني معيش غير فلوس البيت. طب وماله؟ هاتي منهم وبيخدي من بابا. طيب واذا قال لي وديتيهم فين اقول له ايه؟ يا ماما بقى قولي له اي حاجه غير اني خدتهم مني. يا ابني مش كده، ده حرام عليك كمان تعمل كده. خلاص يا ماما هبطل، بس يلا هاتي هاتي. انا معيش غير 5 جنيه، خد اهو. لا يا ماما، 5 جنيه يعملوا ايه؟ قومي هاتي ال5 التانيين. واجيب لك منين يا ابني؟ وانا كمان ما اقدرش اقعد بين صحابي واشوف ده بيلعب ب10 وده بيلعب ب20 وده ب50 وانا افقر واحد فيهم. لا. يا ابني عقل، مش كده يا حبيبي. طب هاتيهم سلف، وبمجرد مكسب هرجعهم لك. اي والله، وحياة ماما اللي ما عنديش اعز منها في الدنيا. خد يا ابني. يا رب اهديك يا شوقي يا ابني، يا رب اهديك. يا شوقي، شوقي. ايوه يا بابا. فين يا ابني دفتر الوصولات؟ اديته لماما. ماما، يا ماما. عاوز ايه يا روح ماما؟ بابا عايز دفتر ايصالات. اهو على الترابيزه. كتبتهم كلهم يا شوقي؟ ايوه امال، بس مش ناقصين الا الامضه بتاعتك. طيب استنى ما تخرجش. في حاجه؟ ايوه، بعد
بعد ما امضي الوصولات خدهم وروح اجمع الايجار من السكان. سكان العمارة اللي احنا فيها دي؟ والعمارة التانية اللي في بولاق. ليه؟ انت مش خارج يا ابو شوقي؟ لا، حاسس بتعب شوية. طب خليهم لبكرة. والبكرة ليه بس يا ماما؟ يمكن يا ابني السكان يكونوا عاوزين حاجة محتاجة، لما يشوفوا ابوك يقولوا له. طيب ما يقولوا لي انا وانا اجي اقول لبابا. معلش يا ابني، اصلي عاوز اخد راحة بكرة كمان. واحنا مستعجلين على الايجار ليه؟ ما على مهلنا يا ابو شوقي. على مهلنا امتى؟ النهارده 2 في الشهر. انا بس يعني كنت بقول يعني. ولا تقولي ولا تعيدي. خد يا ابني يا شوقي، دي وصولات العمارة اللي احنا فيها. حاضر يا بابا. وخد كمان دي وصولات عمارة بولاق. حاضر. تقبض الفلوس وتيجي على طول يا شوقي. طبعا يا ماما. الله، امال يعني هروح فين؟ صباح الخير يا عثمان. صباح النور. البي موجود؟ ايوه، تلزم خدمه. مين اللي على الباب يا عثمان؟ ده الاستاذ شوقي ابن صاحب العماره، عاوز يقابل البيت. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا. ازيك يا استاذ شوقي؟ الحمد لله. خير ان شاء الله. لا خير ان شاء الله، مفيش حاجه، بس انا جايب الوصولات بتاعت الشهر ده. الوصولات. ايوه. انما دي اول مره حضرتك يعني تحصل الايجارات. امال فين الوالد؟ والله الوالد تعبان شويه النهارده، فانا جاي احصل الايجارات بالنيابه عنه. قوي. هات المحفظه من جيب الجاكيت يا الهام. دقيقة واحدة. قهوه يا عثمان والله. لا مفيش لزوم، اصل انا مستعجل شويه. لا، وده معقول؟ ده مش ممكن ابدا. دي فرصه سعيده قوي النهارده ان احنا نتعرف ببعض. يا سلام، ده السيد الوالد راجل امير جدا. يا فندم ده من اصلك، احنا كلنا اخوه. المحفظة يا مجدي. القهوه يا فندم. متشكر قوي. الايجار يا استاذ شوقي. اي الله، ايه ده؟ اطلع بره. هيطلع يروح فين بس يا ابو في شوقي؟ 60 داهيه يطلع بره. اوعى توريني وشك بعد النهارده. انت مش ابني ولا اعرفك. انا متبري منك ليوم القيامه. بره.